في مواقف بتستدعي تحكيم العقل ووزن الأمور والتعامل مع الحقائق والواقع بقدر أقل من المشاعر. في الحالة دي أنت بتقدر تظبط انفعالاتك وردود أفعالك من غير تلقائية الطفل ومن غير حنية أو قسوة الوالد. أهلا بيكم مع الشخص الثالث اللي عايش جواك في رحلة حوار مع الجسد. قبل ما ابتدي الحكاية ونروح لرحلتنا، هدي النور، قهوتك، سماعتك. أنا إسلام أنور. وقبل ما ابتدي ما تنساش تعمل لي فولو وشير لأنه ده بيدعمني، وتعمل لي سبسكرايب على اليوتيوب. ويلا بينا. في المرحلة دي بتبقى عامل زي الكمبيوتر، ما تعرفش غير المنطق والحسابات والتجرد من العواطف عشان تقدر توصل للرأي الصح أو تعرف تاخد قرار. بتكون محايد، صريح، حكيم، هادي، متزن. بتسأل أسئلة مباشرة: ليه وإزاي وإمتى، علشان تعرف تفهم وتستوعب. وبتتكلم كلام كده من قبيل ده رأيي، أعتقد كده من وجهة نظري، علشان تعرف تتواصل مع اللي قدامك. طبعا الكلمات دي وغيرها ممكن تطلع من أي حد من الحالات الثلاثة، بس الطريقة اللي بتتقال بيها والمعنى المقصود منها وتعبيرات الوش والجسم اللي بتصاحبها بتختلف من حالة للتانية. يبقى موجود جوه حضرتك دلوقتي 3 حالات اللي هو بنسميهم حالات الأنا أو الإيجو ستيت. 3 بني آدمين عايشين جواك، كل واحد ليه تاريخه وصفاته وسلوكه، وكل واحد بيلبسك في موقف معين. وساعات ده بيكون بينك وبين نفسك في شكل صوت داخلي، فكرة ملحة، رغبة مجنونة، إحساس بالذنب، أو عند بعض المرضى بيبقى في شكل وساوس أو هلاوس أو ضلالات. بالمناسبة ال3 حالات دول موجودين جوانا من واحنا صغيرين. يعني كلنا بنشوف البنت الصغيرة اللي بتتعامل بكل أمومة، حالة الوالد الراعي مع العروسة بتاعتها، وساعات مع أمها وأبوها. وكلنا بنشوف الطفل اللي بيكون عنده 5 أو 6 سنين وهو بيعنف أخوه أو أخته الصغيرة ويرفع صباعه، حالة الوالد الناقد، وهو بيكلمها ويقول لها المفروض تعملي كده ولازم تقولي كده. أو لما ساعات يلبس نظارة أبوه ويبدأ يتفلسف، حالة الوالد الراشد، ويسأل أسئلة منطقية ويقول كلام أكبر من سنه مليان وقائع وحقائق وكأنه حكيم زمان. مهم تعرف إن هما مش بس 3 حالات أو 3 أشخاص، لأ، في الحقيقة هما أكتر من كده بكتير، بس دي العناوين الرئيسية والحالات المهمة. وهنا السؤال ليك: هو أنا مين فيهم؟ وهنا الإجابة هو إن حضرتك كلهم. على رأي شيرين، أنا كتير، بس في كل موقف حضرتك بتكون واحد منهم، وهنا الطبيعي والصحي والمفيد. لكن لو طلع واحد فيهم في موقف معين مش مناسب للموقف اللي انت فيه، يبقى ساعتها ده مرض نفسي ووضع غير طبيعي ولا صحيح. يعني لما يطلع الوالد الناقد من جواك وانت في رحلة أو حفلة مع أصحابك ويقعد ينقد ويلوم، يبقى ده مش طبيعي. لما تلبس حالة الطفل الحر وانت في محاضرة وتقوم تتحزم وترقص، يبقى ده برضو مش طبيعي. لما تتحول للعاقل الراشد وانت قاعد مع حبيبتك وقاعد بتكلمها في الحقائق والوقائع والأرقام والحسابات، يبقى ده برضو مش طبيعي. يبقى هنا انت محتاج تلحق نفسك وتروح لأخصائي نفسي وتحجز معاه بسرعة جلسة. طب الكلام ده كلام نظري ومتخصص، وممكن أي طالب في علم نفس يقراه من على النت أو في كتاب. مالنا احنا ومال القصة دي يا عم إسلام؟ أقول لك، القصة دي تخص حضرتك شخصيا، لأن ال3 دول عايشين جوا كل واحد فينا. مهم جدا نعرف نفسنا بكل تفاصيلها وخباياها. مش بس كده، ده في حاجة في منتهى الخطورة والأهمية في الموضوع ده. ركز معايا، الموضوع مهم لدرجة إنه بيدرسوه للناس اللي شغالين في مجال الدعاية والإعلان ورؤساء الشركات والمخابرات والمدربين وغيرهم. وهي مين بيكلم مين؟ نعم، أيوة، زي ما بقولك، هو مين من ال3 دول بيتكلم على لسانك؟ مين عندك بيكلم مين عند اللي قدامك؟ انت بتخاطب مين في غيرك؟ بتحرك مين في شريك أو شريكة حياتك؟ بتحضر مين في صحابك أو مديرك أو زميلك؟ مين من ال3 اللي جواك بيتعامل مع مين من ال3 اللي قصادك؟ كلام غريب ومجنون، بس صدقني هو ده عين العقل. طب ازاي؟ بص يا سيدي، ولا اقولك لا، دي قصة كبيرة، ده لسه في أمثلة كتير هقولها لك. خلينا نكملها في الجزء الجديد، وما تنسوش تدعموني بالفولو واللايك والكومنت والشير، لأنه ده بيدعمني أكمل المحتوى. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لي سبسكرايب،
أتمنى تكونوا استفدتوا، وحياة سوية مع إسلام أنور. السلام عليكم.